السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. جايلكم النهارده فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه. يا ريت لو انت ما انتش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تحطي لي اللايك والكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي اختي من اخواتي. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا صباح الجمال او مساء النور على حسب ما انتوا بتشوفوني يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين النهارده جايلكم روتين جديد وبفيديو جديد، كله نشاط وكله تشجيع وكله تحفيز جامد جدا. زي ما انتوا بتشجعوني وبتحفزوني ان انا اقوم اخلص امور بيتي واخلص كده اللي ورايا، انا كمان بشجعك وبنشطك ان انت كده تخلصي اللي وراكي وما تراكميش اي حاجه عليكي. واهم حاجه عندي يا بنات ان انتوا تتابعوا الفيديوهات بتاعتي، علشان كده بتدوني كده طاقة إيجابية. زي ما أنا بديكوا طاقة إيجابية وبشجعكم، انتوا كمان ادوني الطاقة الإيجابية ديت وشجعوني وحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم وقولوا لي رأيكم النهاردة في الكومنتات. ويا رب الفيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم. أنا النهاردة مش هطلع خالص من المطبخ، هيبقى كل الروتين بتاعنا النهاردة في المطبخ هيبقى كله رغاوي وكله صابون. وزي ما انتوا شايفين كده بدأت أول حاجة بالمواعين اللي قدامي، لأن ديت مواعين الغدا، فأنا بدأت بيها كده وقلت بقى اخلص منها، علشان انتوا عارفين المواعين لو اتراكمت هتعمل ريحة مش كويسة. وانا ما بحبش الصراحة اسيب المنظر ده خالص قدامي. طالما انا متنشطة وخلاص الامور متظبطة والولاد نايمين، اقوم كده اخلص امور بيتي واتنشط كده واتشجع، وانتي كمان تنشطي وتشجعي وخلصي امور بيتك. لان بجد لما بتخلصي البيت كده بتحسي ان انتي في راحة نفسية، وان انتي خلاص شلتي حمل من عليكي، وان مفيش اي حاجة متراكمة عليكي، وان انتي شايلة همها. الحمد لله ان انا يعني قربت كده ان انا اخلص الحاجات اللي قدامي وانجزت اليوم بتاعي والولاد نايمين، لان انتوا عارفين ان انا مش بعرف اعمل منهم اي حاجة وهم صاحيين خالص نهائي. فبدات كده ان انا اغسل المواعين بتاعتي والحاجات زي ما انتم متعودين معايا. الحاجه اللي انا بحطها في الرشاقه بحطها في الرشاقه، والحاجات اللي انا عايزه اصفيها بجيب كده الصينيه بتاعتي وببدا ان انا اصفي الحاجات عليها. يا ريت نصلي على النبي في الكومنتات يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه عشان تكبري العيله بتاعتنا وتزوديها طبعا. وده شرف ليا ان انت تخشي عندي وتعرفيني انت منين، وتحطي لي اللايك بتاعك الجميل عشان تشجعيني اكتر وتحفزيني وان انا انزل لكم الفيديوهات. و تكتبي لي رايك في الكومنتات تحت في الفيديو. وانا بجد لغايه دلوقتي لسه ما خلصتش حاجة الشوتي، لان حاجتها زي ما انتوا عارفين الحاجات كتيرة جدا، وانا كنت حطاها في الحافظات زي ما انا قلت لكم قبل كده، بس علشان عدى فترة كبيرة عليها فعملت ريحة كده ما هياش لطيفة خالص. فانا مش بحب ان انا اطلع الحاجة ارصها في الدولاب بكمكمتها والريحة بتاعتها ما بتبقاش حلوة. لا، انا اغسلها كده وعلى رواق، وما اخلص خالص هبدأ بقى ان انا يعني اشجعك معايا واتنشط كده ونشطك معايا برضو، ونبدأ بقى نعمل التنظيفات بتاعة الغرفة دي. انا يعني مستنيه عليها شويه. لما اخلص بقى بقيه الحاجات هتتابعوا معايا التنظيفات بتاعه الغرفه بتاعتي، وهتتابعوا معايا الحاجات اللي انا هعملها واغير حاجات شويه اشكال كده في شكل الاوضه. يا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتحفزكم وبتنشطكم وبرضو بتنول اعجابكم، ويا رب دايما كده نفضل مع بعض على طول باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده يعني انا بتكلم بس انتوا شايفين انا بعمل ايه. انا خلاص قربت ان انا اخلص المواعين اللي كانت قدامي ديت، وهبدا بقى ان انا يعني اصفي كده الحوض زي ما انتوا شايفين علشان اشيل منه اي بواقي اكل كانت متراكمه في قلب المواعين. وهبدا بقى خلاص انا خلصت المواعين كلها، ما عادش قدامي غير المعالق ديت. هبدا بقى ان انا ادعكها كده كويس وارصها كده على جنب علشان يعني كل حاجة تخلص معايا، وان انا يعني انجزت كل حاجة من ورايا الحمد لله. وبقى المطبخ كده يعني هدا كده وشكله بقى كويس عن الاول، عن الشكل الاولاني. زي ما انتوا شفتوا المواعين كانت مبهدله الحوض وكانت الدنيا متبهدله. هنظبط طبعا الشكل دوت زي ما انتوا متعودين معايا ان انا لما بدخل في حته بامر الله بخليها زي الفل تبارك الرحمن.
زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى ان انا اخد الحاجه بتاعتي وهغسلها كده كويس، وهبدا بقى ان انا خلاص بقى هاخد بقى المعالق معايا، وهبدا بقى ان انا احطها كده في قلب الرشاقه، وهبدا بقى ان انا ادعك كده الحوض بتاعي، لان انتوا عارفين ان انا مش بحب ان انا يبقى عليه اي بواقي اكل او اتساخات او دهون، هو والبوتاجاز اي ستانلس منهم الصراحه ما بحبش ان هو يتراكم عليه اي حاجه. فهبدا بقى ان انا اغسله كده كويس واشيل منه اي صابون، وهبدا بقى ان انا اصفي الميه كده من على الرخامه زي ما انتوا شايفين. وهنشف بقى الميه كده علشان بقى اروح لحاجه تانية اعملها. جبت بقى الركن دوت، هبدا بقى ان انا اغسله، وكمان هغسل البرطمانات معايا. طبعا القهوه خلاص كانت خلصت، وكمان السكر يعني قرب يخلص، فانا حطيت كده شويه السكر اللي اتبقوا معايا في برطمان تاني، وعلشان كمان اغسل الحاجات ديت، لان حسيت ان السكر اتراكم عليها جامد ولزق في يعني في قلب البرطمان، والبن كمان خلاص خلص. فانا استغليت الوقت الصراحه ان الحاجات فضت معايا، فقلت ما اغسلها كده وارجع الشكل بتاعها زي الاول، علشان ما يتبهدلوش معايا، وما احسش ان هما لما الحاجه بتتراكم على الحاجه تحس ان هي بتقدم، مع انك انت تكوني لسه جايباها، بس لو اهملتي فيها تحس ان هي بتقدم. فانا مش حابه كده الصراحه. وبدات كده زي ما انتوا شايفين، حطيت في برطمان السكر شويه ميه علشان السكر اللي لازق كده في قلب البرطمان يدوب، وبدات ان انا ادعك يعني الحاجات اللي كانت في قلب الصينيه ديت، وهبدا ان انا ادعك الصينيه كويس جدا علشان بقى ايه اغسلها وارجع بقى كل حاجه زي ما كانت، بس تتصفى الاول. وهتتابعوا معايا وانا برص وبرجع كل حاجه زي ما كانت. بجد انا متشوقه جدا ان الفيديو ده ينزل لكم ويا رب يكون خفيف على قلبكم وينول اعجابكم، وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت يا بنات. زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اغسل الحاجات اللي انا دعكتها في الاول، وهسيبها على جنب كده عشان تتصفى. هبدا بقى ان انا خلاص بقى اخلص كل حاجه كده، وانشف الحاجات اللي معايا ديت واحطها كده على الصينيه عشان تنزل كل الميه بتاعتها. وهبدا بقى ان انا اروح على البوتاجاز واسيب بقى البرطمان يدوب السكر منه لغايه بقى ما اخلص اللي ورايا. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز ما كانش عليه كميه بهدله كتير، انا قلت بس برضو كمان يعني طالما انا متنشطه يعني اخلي كده المنظر بتاع المطبخ بتاعي كله كويس. هو كان عليه كده شويه حاجات يعني زي ميه ناشفه كده او حاجه فسابت اثر، فانا ما حبيتش كده الصراحه. فيعني انا بحب المنظر ده، ان الاستانلس بتاعي بيلمع كده، وان ما اسيبش اي دهون او اي اتساخات على البوتاجاز بتاعي، لان انا عايزه احافظ عليه واخليه يلمع كده معايا زي الفل. هي دي يا بنات الراحه النفسيه بالنسبه لي، ان انا اشوف الاستانلس بتاعي او الحاجه اللي انا بدخل فيها بامر الله بتطلع معايا زي الفل. هبدا بقى ان انا يعني امسح كده البوتاجاز كله من العيون والفرن، وهعمل بقى كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص السكر داب زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ان انا ادعك البرطمان معايا كويس عشان يبقى انا كده خلصت كل الحاجات اللي كانت في قلب الحوض، وابدا بقى ان انا اركز في اي حاجه تانية اخلصها. يعني انا خلاص خلصت المواعين، ابدا بقى ان انا طالما انا بدات في البوتاجاز يبقى اخلص بقى البوتاجاز كله علشان اشوف بقى حاجه تانية اكملها. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا ادعك الحوامل كويس جدا بالسبونشة اللي معايا ديت. بجد هي خشنة بس يعني بتطلع معايا الحاجات اللي متراكمة كده ولازقة في قلب الحوامل او في المواعين او اي حاجة. بجد جميلة جدا وبحبها جدا، وتحس ان هي بتنجز معايا وبتخلي الحاجة معايا تلمع زي الفل.
خلاص كده انا خلصت. هبدا بقى ان انا اشطف الحاجات ديت وهسيبها بقى تتصفى على جنب، علشان انا عايزه كل حاجه تكون اخده حقها كويس وتنشف عشان ما تتراكمش، لان الحاجات لو اتراكمت وهي فيها ميه بتعمل ريحه ما هياش كويسه خالص. فانا عقبال ما يعني طالما خلصت حاجه اروح اشوف حاجه تانية اعملها، يكون الحاجات اللي انا عملتها الاولانيه اتصفت ونزلت ميتها. زي ما انتوا شايفين خلاص كده هرجع بقى الحوامل تاني على البوتاجاز لما نشفت كده. وبدأت بقى ان انا ارجع بقى الركن المحبب لقلبي، هو حاجة كده صغنونة كده على محندقة على قدي، بس انا بجد بعشق الركن ده، لان انتوا عارفين ان انا من عشاق القهوة وانا بحبها جدا وما اقدرش اتخيل حياتي من يومها بجد. هبدأ بقى ان انا اظبط بقى وارجع كل حاجة زي ما كانت. يا ريت لو انتي وصلتي معايا لغايه دلوقتي ما حطيتليش اللايك، انزلي بسرعه حطيلي اللايك، عشان اللايك ده هو اللي بيشجعني وبيحفزني. وقولي رايك في الكومنتات تحت. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واي فيديو انا هنزله تشاركيني بالراي فيه. كده خلاص انا خلصت الركن دوت، وهبدا بقى ان انا ارجع المعالق. خلاص بقى انا رجعت كل حاجه في مكانها، الحلل والحاجات اللي انا كنت حطاها خلاص بقى حطيت كل حاجه في مكانها. وهبدا بقى ان انا اصفي كده الصينيه من الميه اللي نزلت منها، وهروح بقى اكنس الارض، لان خلاص كده انا خلصت. هشيل بقى السجاده اللي قدام البوتاجاز ديت، وهبدا بقى ان انا اكنس الارض كده كويس علشان اشيل منها اي تراب واي اتساخات كده. زي ما انتوا شايفين دي يعني الشويه اللي طلعوا معايا من قلب المطبخ. هبدا بقى ان انا اجيب كده المقشه وجروف، وابدا بقى ان انا الم بقى الحاجات اللي طلعت كده من قلب المطبخ. وهجيب معايا كمان ميه بمعطر، وهبدا بقى ان انا امسح كده الارض بتاعتي واخليها بتلمع وريحتها زي الفل. زي ما انتوا يعني خلاص بقى انا خلصت وعايزه بقى اخلي كل حاجه بتلمع بقى وريحتها زي الفل زي ما انتوا متعودين معايا. زي ما انتوا شايفين دي السجاده اللي انا غسلتها. هبدا بقى ان انا احطها كده في قلب المطبخ، اهو تغيير برضو من المطبخ شويه، وهظبط كده الدنيا. وده كان الشكل النهائي للمطبخ يا بنات. بجد انا متشوقه جدا ان الفيديو ينزل لكم في اسرع وقت، وان انتم ما تبخلوش عليا باللايكات والكومنتات، وان انتم تشيروا الفيديو بتاعي علشان نوصل لاكبر عدد من الاخوات. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا. تصبحوا على الف خير.